والذاكرة احنا شعب يخاف من التاريخ، شعب يخاف من التاريخ. أسألك كمؤرخ وكباحث جامعي، هل تتفق معي إذا قلت لك أن في الجزائر نخشى من التاريخ؟ إذا اتفقت معي في هذه الفكرة، لماذا نخشى التاريخ في الجزائر؟ يعني من 62 إلى يومنا هذا هناك أشياء كثيرة ما زال يرفها الغموض في الجانب التاريخي. لماذا نخشى التاريخ في الجزائر؟ الجزائري في الحقيقة يتستر بمساحيق، يتستر بإيديولوجيا لا يؤمن بها إيمان عميق جدا، يتستر بوطنية كاذبة، يتستر بمصلحة وطن، وهو يدافع عن أنانيته كشخص. الجزائري في الحقيقة يتستر بمساحيق، يتستر بإيديولوجيا لا يؤمن بها إيمان عميق جدا، يتستر بوطنية كاذبة، يتستر بمصلحة وطن، وهو يدافع عن أنانيته كشخص. نعم صحيح. الذي يخشى التاريخ هو الذي يخشى أن يعرف جذوره. المخزن سميه يعني إمارة كما تحب، لكن دولة مستقرة مستمرة منذ ماشي ما تبدل فيها فرينها يعني. نعم. تونس والمروك ما تعرضوش إلى استعمار وين استعمار مثل الاستعمار اللي تعرضنا له احنا تمحينا. احنا الاستعمار جاء بشكل كولونيزاسيون دو بوبلومون، يعني جاو مليون فرنسي اسباني بورتوغي وايطالي ولا استيطاني جاو هنا، وحنا حطونا على الهامش. احنا شعب بدون دستور، ما عندناش